السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة أطباق زهرة. سمحوا لي عندي مدة ما بنش لظروف، على هذا ما كنتش نحط وصفات، وشكرا بزاف على اللي سقساو عليا، يسال عليكم الخير. اليوم جيت بوصفة كنت درتها من قبل، طلبتها متتبعة وفية لقناتي واللي هي البقلاوة التركية. اليوم رايحة نعاودها هكذا، اللي ما شافوش الوصفة يشوفوها معنا اليوم. نبدا بسم الله. هنا ندوب كميه من السمن وغادي نزيد لها كميه من المرغرين التوريق، ماشي بزاف، حوالي 100 غرام مرغرين التوريق، ونحطهم على النار باش يذوبوا. علاش خلطت بين السمن والمرغرين؟ السمن اكيد يمد الذوق، والمرغرين تاع التوريق باش تشد البقلاوه لمده اطول بلا ما تدبل وتبقى مقرمشه حتى الاسبوعين. الآن نجي للحشو. نحتاج فيه 3 كيلات كاوكاو محمص ومرحي. الكاوكاو رحيته خشين. كيلة إلا ربع سكر عادي، لأنه في الآخر راح نزيد العسل، على هذا نقصت ربع كيلة نتاع السكر. ملعقة صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة فانيلا، ونشمخ الكاوكاو بماء الزهر كما راكم تشوفوا. نخلي الحشو مشمخ، ما نعجناش، يكون كما الطعام. وتقدروا ايضا تضيفوا عطر اللوز. شوفوا بعد ما شمخت الكاوكاو ما راهش معجن وما راهش مشمخ بزاف، غير رشيته فقط. نخلي الحشو على جهه ونجيب عجينه الفيلو نفتحها ونغطيها بسربيته باش ما تيبسليش. نحط سربيته نحل عليها ورق الفيلو. ورق الفيلو راهم يتباعوا واجدين، السعر نتاعهم 200 دينار في الاسواق. نجيب بلا ندهنه بالسمن ونجيب الحشو نتاعي ونبدا نعمر في ورقات الفيلو. هنا نجبد 2 ورقات من عجينة الفيلو، نطويها هنا بهذا الشكل، قيس 4 صباع ونطوي. ندهن الورقة بالسمن ونحشيها بالكاوكاو. هنا قبل ما نحشيها عندي عود تكون شوية طويلة على ورقة الفيلو. اذا ما كانش عندكم هذا العود جيبوا عيدان الشواء، غلفوهم الومنيوم ولا بالسيلوفان وخدموا بهم. هذا العود يساعدني باش نلوي البقلاوه. نحط كميه من الحشو ونبدا نلوي فيها، نضغط عليها في الجوانب حتى تكمش ونحطها في بلا. بنفس الطريقه نجبد ورقتان من الفيلو. هنا حاولوا تجبدوا غير بالورقه وغطوا الباقي هكذا باش ما تيبسلكمش وتبدا تتكسر. نجبد ورقة الفيلو نطوي في الأعلى بهذه الطريقة، والعود يكون في الوسط، يعني من الداخل، داخل الطية. ندهن الورقة بالليدام، نحط الحشو ونبدأ نلوي بهذه الطريقة حتى نكمل كامل الحبة. نكمشها في الأخير، نضغط عليها حتى تكمش الحبة ونحطها في بلا. نكمل كامل الكميه اللي عندي، نعمر البلان تاعي. الان نجي للتقطاع، نقطعها اصابع على حسب الحجم اللي تبغوه. انا كبرت الحبات، تقدروا تصغروهم على هذا الحجم، وندهنهم مليح بالسمن. هنا الحبات حاولوا تحطوهم حدا بعضهم هكذا باش ما يتفتحوش كي يكونوا يطيبوا. ندهنهم بالسمن وندخلهم للفرن على 160 درجة مدة 35 دقيقة. نشعل النار غير من الأسفل، والبلا نطلعه كامل الفوق. بعد ما تحمر ونشوف الجوانب بداو يتحمروا مليح، نشعل النار من الفوق، نحمر الوجه. وبعد ما نخرج البقلاوه نتاعي مباشره وهي سخونه نسقيها بالعسل ونزينها بكاوكاو مرحي. شوفوا كيفاش تحمرت لي البقلاوه نتاعي. نسقيها بالعسل، العسل ماذا بكم تكون ثقيله.
حتى تتشرب لي مليح البقلاوه. شوفوا الحسل كاع تشرباته مراش باقي. وفي الاخير نزينها بكاوكاو مرحي. هاد الاخضر كاوكاو ماشي بيستاج. كيكون الكاوكاو حب وتجو ترحوه، ديروا كاس فيه 2 ملاعق ماء الزهر معاهم ملون اخضر او عطر الفستق، فرغوهم فوق الكاوكاو كيكون حب ورحوهم هكذا يجي هاد اللون. هذه هي وصفتي لنهار اليوم، بقلاوه تركيه مقرمشه، تبقى لمده اطول مقرمشه ما تدبلش. جربوها اكيد راح تعجبكم. الى فيديوهات جدد ان شاء الله. سلام.